السينما المصرية مليئة بالأفلام المتنوعة، ولكن في مجموعة من الأفلام دي تم منع عرضها، وده يا إما لأسباب سياسية أو أسباب دينية أو لأن أحد الأفلام بتكون مشاهده غير أخلاقية. والنهاردة هقدم لكم مجموعة من الأفلام دي. بس قبل ما أبدأ في الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نبدأ على بركة الله. أول فيلم معانا هو فيلم حمام الملاطيلي. في سنة 1973 تم عرض فيلم حمام الملاطيلي بطولة شمس البارودي ومحمد العربي ويوسف شعبان. وقصة الفيلم بتدور حوالين شاب ريفي جاي من الإسماعيلية للقاهرة، وبيتعرف على فتاة ليل وبيقيم معاها علاقة مش تمام. وطبعا تم منع عرض الفيلم لاحتوائه على مشاهد غير أخلاقية، بالإضافة إنه بيروج للمثلية الجنسية في أحد مشاهده. وأثناء عرضه على الرقابة تم حذف أكتر من تلتين المشاهد دي، وفي النهاية وافق المخرج صلاح أبو سيف على حذف المشاهد، وتم عرض الفيلم مرة تانية ولكن بعد موافقة الجهات الرقابية عليه. وبيعتبر الفيلم ده نقطة سوداء في تاريخ الفنانة شمس البارودي، وده بحسب كلامها. فيلم لاشين، وده بيعتبر أول فيلم تم منعه من العرض، وكان الكلام ده سنة 1938، وهو من إخراج المخرج الألماني فراتز كرامب، وبطولة حسن عزت وحسين رياض ونادية ناجي. وبيحكي الفيلم عن قصة شخص اسمه لاشين، كان قائد لجيش أحد الحكام المستهترين، وهو اللي بيدير شؤون الدولة، والحاكم لا يفعل شيء سوى إنه غرقان في ملذاته وشهواته، وكان ضعيف الشخصية. ولما تم عرض الفيلم في السينما بعض السياسيين والبشوات قالوا للملك فاروق إن الفيلم بيقصدك أنت شخصيا، علشان من بعدها يتم استدعاء أحمد حسنين باشا رئيس الديوان إلى السرايا، وأمروا الملك فاروق بأنه يصدر قرار بوقف عرض الفيلم فورا. وبالفعل تم منع عرض الفيلم. فيلم إحنا بتوع الأتوبيس، فيلم من بطولة عادل إمام وعبد المنعم مدبولي، والفيلم ده لمس وجدان المشاهدين، وده لأنه قصة حقيقية تم ذكرها في كتاب خلف الأسوار للكاتب جلال الدين الحمامصي. وبتدور أحداثه حوالين خناقة بتدور بين اتنين راكبين أتوبيس والكمساري، وبتوصل بيهم الأمور لاسم الشرطة، لكن بيتم ترحيلهم عن طريق الخطأ إلى السجن الحربي مع المعتقلين السياسيين، وهناك بيشوفوا أشد ألوان العذاب. وبينتهي الفيلم بنكسة 67، والفيلم ده بيصور قد إيه إن المسجونين كانوا بيشوفوا أشد ألوان العذاب على يد بعبع السجون حمزة البسيوني، واللي كان رئيس السجن الحربي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وبالرغم من وفاة الشخصيات اللي كان الفيلم بيشير ليها، إلا إن الفيلم اتمنع تماما من العرض. ولكن بعد وفاة جمال عبد الناصر وتولي الرئيس السادات مقاليد الحكم اتعرض عليه الفيلم، ووافق السادات على عرض الفيلم، وده من باب حرية الفكر والإبداع، وتم عرض الفيلم. فيلم الكرنك، وده تقريبا زي فيلم احنا بتوع الاتوبيس، وبيعتبر من اشهر الافلام اللي تم منع عرضها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وده بسبب الاحداث اللي في الفيلم واللي بتكشف ظلم مراكز القوى في ذلك العهد. وبتدور قصة الفيلم حوالين مجموعة من الشباب الجامعي كانوا قاعدين في قهوة بلدي، وقاعد جنبهم مجموعة من المعارضين للنظام، وبيتم القبض عليهم وبيقوموا بتعذيبهم وإجبارهم على التوقيع على تهم ما عملوهاش، وكمان بيجبروهم انهم يتجسسوا على زمايلهم في الكلية. والفيلم ده بيصور شخصية رئيس المخابرات في الوقت ده واللي كان اسمه صلاح نصر. ولما اتعرض الفيلم على الرقابة منعوه من العرض، ولما الرئيس السادات عرف بقرار منع الفيلم أمر بعرضه. والفيلم من بطولة سعاد حسني ونور الشريف وكمال الشناوي ونخبة كبيرة من الفنانين، وتأليف الكاتب العالمي نجيب محفوظ. فيلم أبي فوق الشجرة، بطولة عبد الحليم حافظ ونادية لطفي وميرفت أمين، وبيعتبر الفيلم ده من أجرأ الأفلام في فترة إنتاجه، وده بسبب كمية المشاهد الجريئة اللي موجودة فيه. وقصة الفيلم بتدور حوالين شاب بيتعرف على إحدى الراقصات، ولما أبوه بيعرف بيحاول إنه ينقذه من هذه الراقصة. والفيلم اتمنع من العرض بسبب المشاهد الغير أخلاقية اللي موجودة فيه، ولكن بعد عرضه على الرقابة تم حذف أكتر من تلتين المشاهد دي، وفي النهاية تم عرضه. فيلم الشيخ حسن، وده فيلم مصري من إنتاج سنة 1952. اتعرض الفيلم لأول مرة تحت اسم ليلة القدر، وهو من أوائل الأفلام اللي تعرضت لمشاكل مع الرقابة، وده بسبب تناول زواج مسلم من مسيحية. وتم عرضه في السينما لمدة أسبوع واحد فقط. بعدها أمر الرئيس محمد نجيب واللي كان رئيس مصر في ذلك الوقت برفع الفيلم من جميع دور العرض. ولكن بعد فترة قام الممثل حسين صدقي بتغيير اسم الفيلم من ليلة القدر إلى الشيخ حسن،
وأضاف للفيلم 7 دقايق أخرى، وبعدها طلب تصريح عرض الفيلم، واتعرض فعلا الفيلم مرة تانية، ولكن تم رفعه من دور العرض مرة أخرى، والمرة دي كان بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر. وإلى الآن لم يتم عرض الفيلم. والفيلم من بطولة حسين صدقي وليلى فوزي وهدى سلطان، وإخراج حسين صدقي. 5 باب، فيلم من بطولة عادل إمام ونادية الجندي وفؤاد المهندس. وأنا عايز أقول لكم إن عادل إمام كان نجم شباك في الفترة دي، وأيضا نادية الجندي كانت نجمة شباك، يعني من الآخر فيلم أسطورة. وقصة الفيلم بتدور حوالين إرسال الشرطة في البداية أحد أفرادها للتحقيق في جريمة قتل، واللي حصلت في البار اللي شغالة فيه نادية الجندي، ولكن بيتم رشوة الشرطي علشان من بعدها الشرطة ترسل شخص آخر واللي هو عادل إمام، وده بسبب نزاهته وحسن سلوكه. وفعلا بيروح هذا الشرطي للبار وبيتعرض عليه انه ياخد رشوة زي اللي قبله. وبعد احداث كتيرة في الفيلم بيتم في النهاية القبض على العصابة. وبالرغم من ان الفيلم لم يتم الاعتراض عليه من الرقابة، الا ان اصحاب العمل اتفاجئوا بان وزير الثقافة اعترض عليه وتم رفعه من دور العرض. وقالت نادية الجندي في احدى اللقاءات ليها ان الفيلم اتمنع من العرض بفعل فاعل. فيلم زائر الفجر، بيعتبر فيلم زائر الفجر أحد أهم الأفلام الثورية الجريئة في السينما المصرية، وبتدور أحداثه حوالين صحفية اسمها نادية شريف، واللي ماتت في ظروف غامضة، وكل التقارير قالت إنها ماتت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن فيما بعد بيكتشف إنها تعرضت للتعذيب نتيجة مقالاتها الجريئة ضد السلطة. وبيشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين من نجوم السينما، منهم عزت العلايلي ومجد الخطيب. والغريب إن الفيلم اتعرض في السينما لمدة أسبوع، ومن بعدها جه قرار بمنع عرض الفيلم. ساعتها حاولت مجد الخطيب إنها تقابل الرئيس الراحل أنور السادات علشان يسمح لها بعرض الفيلم، ولكنه رفض. وبعد فترة من الزمن وعدة محاولات تم حذف مشاهد كتيرة من الفيلم علشان يتم عرضه، لكن للأسف كان فقد مضمونه الأصلي وفشل الفيلم فشل ذريع. فيلم سيدة الأقمار السوداء، في بداية السبعينات كانت الإنتاج متوقف في مصر، فتم إنتاج الفيلم في دولة لبنان، وللأسف الفيلم تعدى كل الخطوط الحمراء واتمنع من العرض بسبب المشاهد الجريئة اللي موجودة فيه. وبتدور أحداثه حوالين فتاة اسمها عايدة، واللي بتعاني من ضيق الحال والعيشة الفقيرة، ونفسها إنها تغير ظروف معيشتها، فبتضطر إنها تتجوز من راجل غني ما بتحبوش، وهو الشخصية اللي قدمها الفنان عادل أدهم في الفيلم. ولكن عايدة في نفس الوقت بتكون بتحب شخص آخر وهو الفنان حسين فهمي، والفيلم فيه مشاهد جنسية صريحة، وده اللي أدى لمنع عرض الفيلم في السينما المصرية، وتم عرضه في لبنان لكن تم تصنيفه للكبار فقط. والفيلم من بطولة حسين فهمي وناهد يسري وعادل أدهم وتيودورا راسل وشاهيناز طه، وإلى الآن الفيلم لم يتم عرضه داخل مصر. وبس كده، انت بقى قول لنا ايه الافلام اللي تعرفها وسبب منعها. والى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.